كلمتين لسيد عبد الحفيظ، مع كل الاحترام، مع كل الاحترام. أنا قلت الأسبوع اللي فات سابقة جديدة إن عضو مجلس إدارة ينزل من المقصورة عشان يروح للحكم، علشان بشكل أو بآخر إيه النية بتاعته، الله أعلم، الله أعلم. إحنا شفناه هو مدير كورة بيعترض كتير جدا، بيروح يحكمه إيه وبيه تمام. راح لغاية الحكم وأنت عضو مجلس إدارة. وبعدين وفقا لشهود العيان الكابتن سيد مد ايده عشان يسلم على الحكم، الحكم عمل كده وقال ما فيش حاجه يا كابتن عشان اسلم عليك، لانه الحكم ما يعرفش هو لما يسلم يحصل ايه. هل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، النادي الاهلي، يمد ايده وما حدش يسلم عليه؟ ثم يقود مجموعه تروح اتحاد الكوره عشان يشوفوا الفار، عربيه وهيلمان وحكايه وروايه، ورايحين اتحاد الكوره نشوف الفار. اتحاد الكوره قال لك يا سيدي سواء اتحاد الكوره صح او غلط مش قضيتي، لكن قضيتي انه اتحاد الكوره قال لك ايه؟ قال لك اللي هيجي له صفه فنيه، يعني ممكن وليد صلاح الدين ومعاه عادل مصطفى، ما دول بيفهموا برضه، ما دول كانوا لعيبه برضه يا كابتن بيفهموا يعني. بصرف النظر هم يسمعوا ايه، هم مش هيسمعوا ام كلثوم، هم يسمعوا ببساطه شديده جدا كابتن عاشور اديني الزاويه دي، حاضر اديني الزاويه دي، لا دي الزاويه مش موجوده، لا دي موجوده، انت رايك ايه عاشور؟ لا انا شايفها ضرب جزاء تاني، لا انا شايفها كنت قريبها. مفيش حوار تاني، مفيش حوار تاني. هتسمع ايه؟ مش هتسمع حاجه والله، لانه عمر مثلا ما هيجي كابتن وفا اللي هو الحكم هيقول له في الفار، لان الفار ده متسجل وعارف انها متسجل، حكم دولي، هيقول له لا انا بقى احسبها بقى ضرب الجزاء نكايه في الاهلي عشان انا عايز ايه يا جماعه؟ هنسمع ايه؟ هتسمع ايه؟ ما يطلبه المستمعون، هتسمع ايه؟ مش هتسمع حاجه والله. لكن هو اكشن عشان نعمل غبار. طب الادهى من كده، الادهى من كده يا كابتن سيد عضو مجلس الاداره، ومعاك الاعلام واربعه مش عارف من المركز الاعلامي وخبير اصوات كلام كتير قوي 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 قوي. طيب رحت وانت عارف ان اتحاد الكوره قال مش هيخش ويشوف غير اللي له صفه فنيه، يعني في السكور شيت ولا واحد من دول في السكور شيت، يبقى انت عارف ان انت رايح ومش هتشوف. طب رايح ليه؟ انا اقول لك رايح ليه. رايح شو اعلامي عشان نزود الغبار على الاخطاء. وقلت مره تانيه اغلط، ما هو لازم تغلط، بس لازم تبقى الفوكس على الغلط، مش نجيب غبار عشان يغطي الغلط. ده غلط، ده غلط. المصيبه بقى والطامه الكبرى اللي انا هقوله دلوقتي، انت رايح ومعاك المجموعه دي وانت عارف كويس قوي انه لن يسمح لك بمشاهده الفار، لانه اتحاد الكره قال لك مش اللي هيجي فني فقط غير، ما انت عارف. طيب ماذا لو، وده وارد جدا، جيت حضرتك تخش رجال الامن المسؤولين حطوا ايدهم في صدرك وانت عضو مجلس اداره، انت عضو مجلس اداره، وعضو مجلس اداره ايه؟ النادي الاهلي، وزقوك لان انت حابب تخش بصدرك. انا بقول لك ماذا لو الناس اللي معاك الموظفين اللي عندك اللي بتدفع لهم مرتبات صعب عليهم المنظر، مسكوا في رجال الامن، قامت خناقه، اتصورت فيديو، اتصدرت للناس، بقت فتنه يا كابتن، بقت فتنه يا كابتن سيد. انت عارف بقى لو ده حصل، انت عارف دلوقتي اي حاجه بتتصور تك وفي ثانيه بتبقى مغرقه الدنيا كلها. واللي انا بقول ده وارد جدا، وارد جدا. انا داخل بالعافيه، ما هو تعليمات الامن بيقول لك ايه؟ محدش يخش، ماشي، لولا ان الامن تحلى باقصى درجات الصبر والسلوك الصحيح، لكن كان ممكن جدا تفتعل ازمه. وانا عارف انا بقول ايه، ممكن جدا تفتعل ازمه عشان يتم تصويرها، عشان تنتشر، عشان الناس كلها تتكلم في الحكايه دي ويسيبوا الاهم اللي انا قلته في البدايه. معقوله؟ ده انت واخد المركز الاعلامي كله معاك، 4 من المركز الاعلامي وفيديوهات وكاميرات، لانه انا اخشى ان يكون ده مقصود، والعياذ بالله انا اخشى ان يكون ده مقصود.
ان تحصل ازمه وتتصور وتبقى فتنه. ولو الناس وجمهور النادي الاهلي من الشباب الصغير شاف خناقه وبنيات، رد فعلهم هيبقى ايه في المدرجات؟ يعني الرد هيبقى ايه في المدرجات يا كابتن سيد؟ انا اتحدث للكابتن سيد واتحدث للمسؤولين في الدولة. كان هيبقى الموقف ايه؟ هل احنا عايزين نعمل فتنة؟ هل احنا في ظل هذه الظروف اللي بتمر بيها البلد ناقصة فتنة يا كابتن سيد؟ ناقصة فتنة يا كابتن سيد. واللي انا بقوله ده على فكرة مش بعيد ابدا، مش بعيد ابدا. اي واحد فيه بيتفرج عليا دلوقتي يفهم. انا داخل بالعافيه، الامن بيمنعني لان عنده تعليمات، انت زقتني انا زقيتك انا اديتك دقيقتين بقت خناقه، اتصورت نزل على السوشيال ميديا، الدنيا اتقلبت. الدنيا اتقلبت. اليس بينكم رجل رشيد؟ والوفد ده كله طالع بتعليمات مين؟ هل طالع بتعليمات الكابتن سيد؟ ولا طالع بتعليمات الاستاذ ياسين منصور باعتباره هو المسؤول دلوقتي عن الكوره؟ ولا طالع بتعليمات الكابتن خطيب اللي هو قال ان انا سلمت الكوره كلها للكابتن سيد والاستاذ ياسين منصور؟ يا جماعه، يا جماعه، يا جماعه، يا جماعه، انا ما عنديش كلام اقوله اكتر من حافظوا على البلد، وحافظوا على الكوره المصريه، وحافظوا على سمعتنا الكرويه. وارجوكم في الاستوديوهات، انا ما بتفرجش لكن احيانا البعض بيقول لي طيارات رهيبه ما بين مدافع بقوه ومهاجم بقوه. مش دي الكوره يا جماعه اللي احنا نتمناها، والله والله ما دي الكوره اطلاقا اطلاقا. وانا اتحدث هنا للصالح العام، وزي ما دايما بقول وبكرر، الاهلي والزمالك هم سطوه، سطوه على الكره المصريه، ما دون ذلك غلابه. يعني النهارده طلب الجونه، طلبت، والاسماعيلي طلب، وكهربة الاسماعيليه طلبت، وسموحه قالت لك انا ليا ضربه جزاء في الماتش بتاع الاهلي طلب. كل دول عايزين فار وعايزين يروحوا يتفرجوا. بقترح على اتحاد الكوره يعمل كشك اسمه كشك الفار بره كده على الباب، وعليه بتاع كده تحط كده الفيزا تطلع لك اللقطه. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ وعايز رجل رشيد واحد يقول لي ايه المتوقع والمتصور في حوار الفار. الراجل اللي في الفار استدعى الحكم، اذا الرجل اللي في الفار شايف ان في خطأ. خلاص عرفنا خلاص ان الراجل ده شايف ان في خطأ بتاع الفار. التاني راح الفار بعد ما صفر ان هي لعبه عاديه، ماشي. الحوار اللي ممكن ده بيقول له انا شايفها يا كابتن وفا ضرب جزاء. كابتن وفا طب اديني الزاويه الثانيه، الزاويه الثالثه مكسله ولا مظبوطه؟ طب بص انا شايف، لا انا مش شايف. القرار مع مين؟ مع اللي مش شايف انها ضربه جزاء. شكرا. هتسمع حاجه ثانيه؟ يعني هتسمع حاجه ثانيه غير اللي انا قلته ده؟ هل متصور يعني ان وفا ده يقول له لا مش دعوه يا عاشور انا صار جاي اخسر الاهلي؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه بتضحكوا على مين يا جماعه؟ احنا بنضحك على مين يا جماعه؟ انا مش عارف، والله انا ما عارف.